هنعمل النهارده حلو سريع جدًا وسهل أوي، يعني أي حد هيقدر يعمله وهينجح معاه بمنتهى السهولة والطعم كمان خطير بجد. عملنا قبل كده حلويات كتير من غير فرن وعجبتكم جدًا ودايمًا بتطلبوها مني لأن مكوناتها بتكون بسيطة بس بنطلّع منها يعني حلو لذيذ وفخم. هاوريكم بقى إزاي تعملوا بودنج شوكولاتة أحلى مليون مرة من الدانات الجاهز، وهتجربوه هتحكموا بنفسكم. أنا مي ودي قناتي ميوش كيتشن. حطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتعالوا نبدأ وصفتنا. أول حاجة همسح القالب كده بمسحة خفيفة من الزيت عشان يبقى سهل وأنا بقلبه. بعد كده جبت كيسين من الأوريو يعني 12 قطعة، هبتدي ان انا اكسرهم كده بايدي او بأي حاجة يعني. عايزاهم كده يبقوا قطع صغيرة بس مش عايزاه ناعم قوي، يعني مش عايزاه مفروم، قطع كده صغيرة. بعد كده فضيته في طبق كده وهسيبه على جنب لحد ما نحتاجه. دلوقتي بقى جبت حلة هبتدي انزل فيها ب3 معالق كبار من النشا، معالق كبيرة كده مليانة بشكل هرمي، وكمان 3 معالق كبار من الدقيق. هنزل عليهم كمان ب5 معالق كبار من السكر، او طبعا ممكن تحطوا السكر على حسب ما تحبوا. بعد كده ضفت عليهم لتر من الحليب، طبعا يكون بارد عشان ندوب فيه النشا والدقيق كويس. هحاول بقى ان انا ادوبهم كويس قوي قبل ما نرفعهم على النار. نقلب كده الدقيق مع النشا مع السكر، وبعد كده هاخدهم على النار ونبتدي بقى نقلب كده تقليب مستمر عشان القوام يبقى كريمي وما يعملش معانا اي تكتلات. بقلب بقى كده لحد ما يبدأ يغلي واتأكد بقى ان كل النشا والدقيق استووا. هنلاقي بقى القوام بدأ يتقل معانا. انا في المرحله دي بصراحه زودت معلقتين كمان كبار من النشا، طبعا عشان يديني القوام ده، يعني على حسب نوع النشا ممكن يعني لو لقيتوه خفيف معاكوا تزودوا نشا كمان. بندوب حبه كده في شويه ميه صغيرين ونضيفهم ونرجع نقلب تاني كويس. ولازم بقى ان احنا نسيبهم يستووا هما كمان عشان ما يبقاش فيه طعم نشا. اول ما الخليط بقى يبتدي يغلي ويدينا كده السمك المطلوب ده، يبقى كده تمام. بصوا بقى ناعمة وكريمية وتحفة. اهم حاجة ان احنا نسيبها تغلي طبعا، يعني مع التقليب كده على النار، والنار تبقى متوسطة لهادية عشان يعني ما تتلسعش من تحت وتبقى ناعمة وكريمية قوي. بنبتدي بقى ان احنا ندوقها وبنظبط السكر بتاعها بقى على حسب الذوق بتاعنا طبعا. يعني انا دقتها كده وزودت عليها حوالي معلقتين كمان من السكر، كانت تمام قوي. كده بقى وصلنا للقوام المطلوب اللي احنا عايزينه. هبتدي بقى ان انا اشيل الحلة من على النار وهزود عليها مكعب من الزبدة ونقلبه وهو هيدوب بقى على طول، يعني عشان الخليط لسه سخن معانا. ضفت كمان كيس من الفانيليا، ابتدي بقى اقلب. شايفين بقى القوام بقى كريمي اكتر واكتر كمان بعد اضافة الزبدة. ويعني مش قادرة اقول لكم الزبدة بتحلي الطعم ازاي. ولو مفيش زبدة ممكن تحطوا معلقة كبيرة من القشطة. دلوقتي بقى هبتدي انزل بالاوريو اللي كنا محضرينه واقلب كده، احاول بقى اوزعه في كل البودنج وشموا بقى الريحة الحلوة بجد خطيرة. ممكن طبعا يعني تاكلوها كده على طول بالمعلقة، يعني وهي سخنة كده مش هتقدروا تقاوموا جمالها. الاوريو يعني نقلها في حتة تانية خالص. هبتدي بقى انزل بيها في القالب كده بالشكل ده، ونحاول بقى ايه يعني نوزعها في القالب، بس نخلي بالنا ان احنا نسيب مكان عشان لسه هنعمل الطبقة التانية. كده تمام قوي. هنخليها بقى على جنب عشان نعمل الطبقة التانية. والكمية اللي اتبقت معايا حطيتها في قالب صغير. هنا بقى معايا معلقتين كبار من الكاكاو الخام، حطيت عليهم 3 معالق كبار من السكر، وعليهم كيس بودرة كريم كراميل، و3 معالق كبار من النشا. هبتدي بقى انزل عليهم ب3 كوبايات من الحليب وانا بقلب كده كويس قوي. برضو بدوب كل الحاجات على البارد قبل ما ارفعها على النار، يعني انا لسه ما شغلتش النار. هسيبه بقى كده على نار متوسطة، وابتدي بقى اقلب لحد يعني ما الكريم كراميل والنشا يبتدوا كده يشتغلوا ويتقلوا ويعملوا لنا كده قوام حلو جدا وكريمي. بدوب كده كل الحاجات مع بعض كويس. طلع لنا بقى بودنج كده كريمي وتحفة جدا. فضلت اقلب لحد ما القوام بقى بالشكل ده. هبتدي دلوقتي اضيف عليه
هضيف عليه مكعب صغير كده من الشوكولاتة، وممكن تستغنوا عنها عادي جدا، يعني لو الكاكاو كده مستخدمين نوع كاكاو كويس ونضيف كده وطعمه حلو، هتاخدوا بودنج طعمه رهيب يعني من غير ما تضيفوا اي شوكولاتة، واحلى من الدانيت الجاهز كمان. على طول بقى باخده وبنزل بيه على الطبقة الأولى بالشكل ده. شايفين بقى شكله تحفة ازاي، وبيلمع جدا كده وكريمي، بجد خطير. ببتدي اوزعه كده كويس واهز القالب كده عشان يعني يبقى مظبوط. وبعد كده هرش عليه شوية كده من البسكوت، يعني بسكوت كده كنت بكسره عليه كده، وهبتدي بقى يعني اسيبه بعدها ياخد درجة حرارة الجو، وبعدها هغطيه وادخله التلاجة بقى يتماسك طبعا، عشان نعرف نقطعه كده زي ما شفتوه كان شكله حلو قوي. هسيبوه بقى حوالي 4 ساعات في التلاجة، وبعد كده بقى نقدمه. هنا بقى بعد ما سبته في التلاجة هبتدي بقى دلوقتي ان انا اقلبه في الطبق كده. بصوا بقى الشكل حلو جدا ومظبوط، ويعني قطع الاوريو كده متوزعة عليه، بجد الشكل حلو جدا. الكمية بقى اللي اتبقت زي ما قلت لكم عملتها في قالب كده الصغير ده. ممكن يعني طبعا تحطوه برضو في قوالب صغيرة او كوبايات او اي حاجة. بصراحة يعني شكلها عجبني قوي، حسيت انها مش محتاجة يعني اي تزيين، يعني بسيطة كده، وتحسوا انها ايه حلوة كده وجاهزة على التقديم على طول. هنقطعه قطعة بقى كده ونبتدي بقى ان احنا نقدمه في طبق. يعني حاولوا كده وانتوا بتقطعوا امسحوا السكينة بعد كل قطعة، عشان يعني القطعة تطلع كده نظيفة ومش عليها كده بواقي شوكولاتة. بصوا القطعة مظبوطة والطبقتين كده بجد يعني احلى من بعض. وبصوا كمان بتتهز ازاي زي الجيلي، القوام بتاعها بجد تحفة. شايفين بقى المعلقة بتنزل فيها ازاي يعني، وكمان قطع الاوريو كده رهيبة فيها، يعني خلت طعم البودنج حلو جدا مع طبقة بقى شوكولاتة اللي تحت، حاجة كده يعني اخر روقان. تقدروا كمان تعملوها بكيس يعني اوريو واحد بس يعني لو حابين، او مثلا لو عندكم كيس واحد بس يعني ممكن، او لو حابين تقللوا التكلفة يعني برضو هتطلع حلوة جدا بكيس واحد بس. بجد يعني مش قادرة اوصف لكم طبقة يعني بودنج الاوريو دي قد ايه كريمية وناعمة، وكانت يعني لذيذة قوي وبتدوب في البق، وفي نفس الوقت يعني ايه متماسكة كده مش سايحة. نقدر ان احنا نقطعها ونقدمها كده بشكل حلو. يعني لازم لازم بجد تجربوها، وهستنى رأيكم. متنسوش بقى يعني تحطوا لايك للفيديو عشان اعرف انه عجبكم، وكمان تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس، واستنوني في وصفات جديدة ان شاء الله.